السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. مدام هناء عاملة لايف النهاردة، بس ظاهر عليها انها تعبانة جدا، يعني شكلها مجهد ومرهقة خالص خالص خالص. وطبعا موضوع انها شالت ميسيو جانو كمان مأثر عليها كتير، مأثر على كتافها، مأثر على رقبتها، مأثر على ايديها. صراحة كنت يعني غلطانة في الموضوع ده خالص يا مدام هناء، انك تشيلي ميسيو جانو، لان مهما كان هيكون تقيل جدا عليكي. والناس لما بتكبر في السن وجسمهم بيبقى مش قادرين يتحملوا يقفوا كده، فجسمهم بيتقل جدا. فدي كانت غلطة منك خالص يا مدام هناء، وربنا يجازيكي كل خير على اللي انت بتعمليه مع ميسيو جانو. مدام هناء بتتكلم مع متابعينها، فبيسألوها طبعا امتى هتنزلي مصر وكده، فهي بتقول ان هي كان نفسها تنزل مصر قريب، بس ممكن تنزل على شهر واحد بإذن الله، بس هي منتظرة طليقها ان يجي يخلص اجراءات الطلاق، لان يعني مش هينفع طبعا ان هو يروح، هي تنزل مصر وفي نفس الوقت هو يروح فرنسا. فطبعا ما ينفعش، لان هي عايزه طبعا تكون موجوده عشان مثلا تبلغ المحاميه بتاعتها، يبلغ المحامي بتاعها، حتى لو هم ما تقابلوش مدام هناء وطليقها، بس يعرفوا المحامين على بعض. فهي قاعده منتظره، يعني بتقول انا منتظره لحد شهر واحد هشوف هيحصل ايه. بتقول ان هي كلمت انيس الكلام ده من كذا شهر، الاستاذ انيس اتواصل معاه، قال له طيب استنوا شويه عشان اساس ايه، ان عياله داخلين المدرسه وبيجيبوا حاجه المدرسه والكلام ده. بعد شهرين مدام هناء كلمت الاستاذ انيس تاني، اتصل بيه قال له ده مامتي تعبانه، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويشفي كل مريض. بعد مده تاني اتصل بيه انيس، قال له ده ولادي تقريبا بيستعدوا للامتحانات او حاجه زي كده. بعد كده مدام هناء حتى دخلت فيديو كان عامله قريب، بتقول قلت اشوف هيقول رايح فرنسا امتى ولا مش رايح فرنسا امتى. فناس حد من المتابعين بيسالوا نازل فرنسا امتى، قال لهم ما فرنسا قاعده، هي فرنسا هتروح فين؟ فطبعا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش تبقى انت سايب الدنيا كده وقاعد وبراحتك خالص. وبعدين مدام هناء بتقول في نفس الوقت هي مش عايزه، يعني مش عايزه توقع الكارت بتاعه او تسقط الكارت بتاعه او تنهي الكارت بتاعه. بتقول لان لو الكارت بتاعه انتهى خلاص مش هينفع يجدده تاني. فكمان مدام هناء بتقول عشان تكون امينه معانا، بتقول هو في اول الطلاق الراجل قال انا هاجي اطلق، فهي كانت سألت المحاميه بتاعتها قالت لها انت ممكن تطلقي نفسك، ممكن تطلقي نفسك. فمدام هناء ما هنش عليها ان هو يجي يروح فرنسا ويقطع تذكرة رايح ويقطع تذكرة راجع، وقالت لا عياله اولى بالفلوس دي. انا ايه، المحامية قالت لي ممكن تطلقي نفسك. فبعد كده بقى اما بتسأل المحامية وكده، قالت لها المحامية لسه مثلا بيقعد سنة، مثلا ان هو ما دخلش فرنسا، وبعد كده تقعد سنة تانية. طب ما طبعا كده حرام، يعني هي صحيح قدام ربنا متطلقة، بس برضك عايزة تخلص، عايزة الورقة دي تجيها بأي طريقة وتخلص من الموضوع ده، وده حقها يا جماعة، يعني ده حقها ان هي عايزة خلاص كده. مش موضوع تتجوز ولا ما تتجوز، دي حاجة ترجع لمدام هناء، انها حابة تتجوز او مش حابة تتجوز، دي حاجة ترجع لها هي، ومحدش يقدر يقول لها في حاجة في الموضوع ده. بس هي عايزة تخلص، عايزة تفوق، عايزة تريح دماغها خلاص، ان اسمها مش مكتوب على حد. فحتى مدام هناء بتقول لو هو ما جاش هي هتضطر تعمل الاجراءات دي. هي مش يعني مش بتهدد حد، هي مش بتهدد حد بالكلام ده،
هي بس بتقول احنا مش هنخلص كده، يعني مرة ولاده رايحين المدرسة، مرة بعدها بمدة لا لما العيال بتستعد للامتحانات لا العيال مامته تعبانة، ودلوقتي دخلت بردك سمعت مدام هناء لقت مامته طب ما احنا دي دايرة مش هتخلص، دي دايرة مش هتخلص، ومدام هناء عايزة تخلص من الموال ده. وزي ما مدام هناء بتقول انت قادر هتروح امارات، مش قادر تيجي تطلقني؟ يعني انت هتسيب والدتك وهتسيب اولادك، والدتك التعبانه واولادك اللي في المدارس وفي الامتحانات وفي وهتقدر تروح الامارات وعندك وقت تروح الامارات، وما عندكش وقت تروح تطلق مدام هناء عشان ما تسيبش مامتك وتسيب ولادك؟ كل ده كلام صراحه ما لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. حتى مدام هناء بتقول ان هي بس تحصل على الورقه دي وهتروح تحجز ساعه في المكان في القاعة اللي كانت ياسمين عاملة فيها الفرح بتاعها، وترقص بقى مدام هناء وتصور لنا لايف وهي فرحانة بورقة الطلاق. صراحة مدام هناء احنا ما كناش يعني نتمنى ولا بنفرح في الطلاق، بس صراحة يعني انت عندك حق، يعني انت عندك حق، وان شاء الله ان شاء الله بإذن الله تخلصي من الموضوع ده وتفوقي يا مدام هناء. وانت اول ما هتخلصي اصلا والورقه هتجيلك هتلاقي نفسك حمل تقيل كتير جدا اتشال من على كتافك. ربنا يتممها على خير باذن الله يا رب يا مدام هناء، ويجي الاستاذ طليقك من غير اي مشاكل وتتطلقي كده ودي زي ما انت ما بتقولي. الطلاق الودي سهل جدا ما بياخدش وقت باذن الله، باذن الله ان شاء الله خير يا مدام هناء. نيجي بقى ندخل على قناة أشرف ومريم. مريم طالعة بتبكي ومنهارة، بتبكي ومنهارة ليه؟ لأن مريم زمان وهي صغيرة كانت بتشتغل موديل، فطبعا بتتصور بشعرها، بتتصور بفساتين قط، فطبعا ده تبع شغلها، يعني كانت بتشتغل عند كوافيرة ارتست، فطبعا كانوا بيصوروها بقى بالموديلات وبالفساتين وبشعرها وكده. دي كانت عندها حوالي 15-16 سنة، فدلوقتي اتحجبت. فقبل فرحها بيوم ولا 2 الناس دول اللي كانت بتشتغل معاهم راحوا واخدين الصور بتاعتها جمعوها وراحوا منزلينها على النت. طب اتصلت بيه شيل الصور لو سمحت، انا دلوقتي الصور دي كنت صغيره ولو سمحت شيل الصور، انا دلوقتي بقيت ست محجبه وست يعني خلاص ببقى هتجوز او متجوزه. لا مفيش موديل بتشيل صورها، وبعدين حجاب ايه وبتاع ايه. اتصلت بيه صاحبتها بردك نفس الحكايه، وكمان ايه مش كده وبس، وبيهدد كمان، وبيهدد انه هينزل كل الصور اللي عنده على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويسأل الناس هل من حق الموديل انها تشيل صورها وهي عري وهي من غير شعر وهي من غير تحجيبه، ولا وهي بقط وكده. مش فاهمه انا، يعني انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت استفدت ايه؟ حتى كمان بيقولوا ان في واحده كمان راحت منزله الصور بتاعتها، جوزها بيتصل بيها بيقول لها يعني هي اتحجبت خلاص شيلي، بتقول له اشمعنى انا؟ ما كل الناس منزله الصور بتاعتها، اشمعنى انا؟ وفي ناس اتأسفوا وقالوا له خلاص حقك علينا وشالوا الصور. طب يعني انا بسأل على الراجل ده، انت واحدة الحمد لله والشكر لله اتحجبت، ايه بقى لزوم ان انت تنزل الصور بتاعتها وبشعرها؟ وبعدين كانت لسه صغيرة، كانت لسه 15 سنة ولا 16 سنة، كانت صغيرة. فهي يعني دلوقتي عمالة تبكي ومنهارة بتقول انا مش عارفة اعمل ايه. يعني هو معاه حقوق طبعا، تقريبا معاه الحقوق ان هو ينزل الصور دي، فهي مش عارفة تعمل ايه. فجوزها جه فبيقول لها انت ما تعيطيش ما تبكيش، انت كنت صغيرة وخلاص، انت ربنا كرمك دلوقتي وتحجبتي خلاص، انا مش فارق معايا،
بس هي عماله تبكي وتعيط وتقول له لا بس انت من جواك زعلان. فاكيد اكيد اكيد هو من جواه زعلان اكيد، بس هيعمل ايه؟ مفيش بايده حاجه. فهم طالعين بيقولوا للناس يا جماعه احنا نعمل ايه؟ يعني نحلها ازاي؟ وهي كمان يعني عماله تقول انا احل الموضوع ده ازاي؟ يعني يبلغوا عنه ولا يعملوا ايه؟ ولا انا مش فاهمه. الراجل ده يعني لو اخته كانت بشعرها وبعد كده اتحجبت كان هينزل صورها؟ يعني يتقي ربنا، يتقي ربنا في بنت الناس. بنت الناس خلاص كانت صغيره وكانت بتمشي بشعرها وده شغلها. خلاص بقى مفيش داعي يعني الواحد مش عاوز يغلط فيه صراحه. الست اتحجبت واتجوزت، ليه بقى نروح نجيب لها الصور بتاعتها وعايزين ننزلها على كل مواقع التواصل الاجتماعي؟ اتقي الله، اتقي الله، اعتبرها اختك، اعتبرها بنتك. لا حول ولا قوة الا بالله. اهدي حبيبتي كده. وجوزها حتى عمال يهدي فيها ويقول لها انا مش زعلان، هي تقول له لا انا حاسه ان انت زعلان. هو اكيد اكيد اي راجل من جواه هيبقى متضايق لما يشوف صور مراته على كل التواصل الاجتماعي وهي بشعرها او هي لابسه فستان قط كده، فاكيد هيبقى من جواه متضايق. بس هو ربنا يبارك له، ربنا يبارك له، مش بيعاقبها ولا يقول لها الماضي بتاعك كنت لابسه قط ولا كنت بشعرك. ما هو متجوزها وعارف. لا يمكن. والراجل العاقل ما يعاتبش مراته ولا يعاقبها على حاجة زي كده من قبل الجواز. ربنا يبارك لك فيه ويخليهولك يا رب. ويا ريت لو حد عنده طريقة ولا حل يا ريت يقدر يحلها، يا ريت يقدر يحل لهم المشكلة بتاعتهم دي. وربنا يبارك لكم في بعض يا رب ويخليكم لبعض ويبعد عنكم الناس الأشرار دي. يلا بقى يا بنات، انا طولت عليكم الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.